السلطة لعبة طويلة، وانت خلاص وصلت المرحلة الأخيرة. لو كنت معانا من أول حلقة تبقى دلوقتي مش مجرد تتعلم قوانين، انت دلوقتي بقيت بتشوف الدنيا بشكل تاني، بتفهم الناس وهي بتكذب، وبتشوف نواياهم قبل ما يتكلموا. دي الحلقة الخامسة والأخيرة من 48 قانون القوة. هنتعلم ازاي تحافظ على اللي كسبته، وازاي تخلي خصمك يفقد أعصابه وانت لسه ثابت، وكمان ازاي تبان عفوي بس في الحقيقة انت مرتب كل حركة بالملي. آخر 8 قوانين في الكتاب كأنهم الوش التاني للعملة، الوش اللي بيقولك اهو انت بقيت قوي، بس ازاي تحافظ على قوتك. القانون ال41 بيقولك اوعى تمشي في جزمة راجل عظيم قبلك. لما تمسك منصب او مكان كان فيه شخص قوي او ناجح محبوب او حتى مرعب، الناس هتقارنك بيه طول الوقت وهتبقى دايما في ظله مهما عملت. المشكلة مش انك مش شاطر، المشكلة انك دخلت على ارض مش بتاعتك وعليها بصماته هو. القوة مش انك تمسك مكان حد كبير، القوة انك تبني مكانك بنفسك وبطريقتك وبشخصيتك وباسلوبك انت. يعني مثلا في الشغل لو مديرك القديم كان محبوب جدا وانت جيت مكانه، زمايلك هيفضلوا يقارنوا، كان بيعمل كذا، كان بيفهم اكتر، كان بيسيبنا نرتاح. حتى لو انت احسن، انت في مقارنة خسران فيها من البداية. فالحل هنا انك تبدأ من اول جديد وتغير طريقة الإدارة، وتغير شكل المكتب، وتغير طريقة التواصل، اعمل هوية خاصة بيك. في العيلة مثلا ابن خالك الكبير كان شاطر قوي ودايما بيتقالك اتعلم منه، لو فضلت تقلده عمرك ما هتبقى حاجة لنفسك. لازم تبقى النسخة الأولى من نفسك مش النسخة الثانية من حد تاني. لو دخلت في علاقة جديدة مع حد وكنت بتحب اللي قبله جدا وكنت مثالي معاه، لو فضلت تحاول تمشي معاه بنفس الطريقة مع الشخص الجديد، فغالبا انت مش هتنجح. حب جديد يعني شخص جديد، يعني طريقة جديدة، وإلا هتعيش في ذكرى مش واقع، هتفضل محبوس في سجن المقارنات والمميزات والعيوب ما بين الحالي واللي كان. أول درس: ما تخليش إنجازات غيرك تبقى سجن ليك، اخلق طريقك بنفسك حتى لو أصعب، بس هتكون أنت الأصل مش التقليد. الدرس الثاني: الناس بتحترم اللي عنده بصمة مش اللي بيقلد بصمات غيره. سيب علامة، مش لازم تبقى أكبر، بس لازم يعني تبقى بتاعتك. يعني من الآخر ما تلبسش لبس بتاع حد تاني، اصنع اللبس بتاعك بنفسك، وحتى لو ما كانش فخم زيه، بس الفكرة ان هو بتاعك انت. زي فيلم ناصر صلاح الدين لعلاء ولي الدين، لما الناس كانت نصحته انه يلبس لبس ابوه ويبقى نسخة منه عشان الناس تخاف منه ويعملوا له حساب. الحقيقة ان ما حدش اقتنع بيه، والمدرسين والطلبة في المدرسة قالوا ده تلاقيه غبي زي ابوه وما وصلش لحاجة. لكن هو لما قرر يقلع بدلة ابوه ويتعامل باسلوبه وبشخصيته، حقق نجاح ما كانش متخيله ولا حتى هو كان مؤهل ليه من البداية. القانون ال 42 بيقول لك اضرب الراعي الخرفان تتفرق، او يعني زي ما بنقول بالبلدي اضرب المربوط يخاف السايب. في اي مجموعة سواء شغل، عيلة، شلة، صحاب، او حتى خصوم، دايما في شخص هو العقل المدبر، القائد او المحرك الاساسي. الناس بتتجمع حواليه وبيمشيهم بكلمة او حتى بنظرة. لو عايز تسيطر او تنهي خطرهم، ما تشتتش نفسك بالناس دي، اضرب الشخص المؤثر. يعني بيقول لك ما تشتتش نفسك بالخرفان، اضرب الراعي. المقصود هنا مش حرفيا تضرب، المقصود انك يعني تحدد الشخص اللي ليه نفوذ وتقص جناحاته. ساعتها الباقيين هيتفرقوا، هيخافوا، هيتشلوا، فاللعبة تخلص. يعني في الشغل مثلا لو عندك تيم فيه واحد بس هو اللي دايما بيقلب الموظفين على المدير، تحاول تكلم كل واحد وتقنعه، بقى وقتك. الحل: واجه الراجل ده، اما تحيده او تكسبه او تبين حقيقته، ساعتها الباقيين هيهدوا. في العيلة لو في شخص في العيلة دايما بيولع المشاكل، خالك، مرات اخوك، ايا كان، وتلاقي كل مرة باقي الناس بيهجموا عليك ويدافعوا عنك، السر ان هو اللي بيقودهم من ورا الستارة. اتعامل مع المصدر مش مع الجموع. حتى جوه دماغك احيانا في فكره واحده هي اللي ممشيه كل الافكار السلبيه. انا يعني مثلا تقول لنفسك انا مش قد ده، او المواضيع دي كبيره عليا، او انا مش هقدر اعمل كده. لو ضربت الفكره دي باقي الافكار هتنهار وراها. اول درس: ما تضيعش مجهودك مع الجنود
طول ما القائد لسه واقف افهم مين اللي الكل بيمشي وراه واضرب الضربة الصح. الدرس الثاني: في أي معركة اللي بيسيطر على الراعي بيسيطر على القطيع. قوة السيطرة مش في العدد، لكن في إنك تعرف تضرب على الوتر الحساس. العبها صح، ما تضربش في الظل، اضرب الأصل. الراعي لو وقع كل القطيع هيتوه. قانون ال 43 بيقول لك اشتغل على قلوب الناس وعقولهم. القوة مش دايما عضلات ولا أوامر، القوة الذكية هي إنك تخلي الناس عايزين يساعدوك بنفسهم، مش لأنك فرضت عليهم، لا، عشان هم مقتنعين بيك وحاسين بيك. يعني بمعنى تاني، لو قدرت توصل لقلب الشخص والعقله خلاص انت امتلكته. الناس بتنسى اللي قلته، بس عمرهم ما بينسوا ازاي حسيتهم وازاي فهمتهم، وده الفرق بين اللي بيؤمر وبين اللي بيأثر. ناخد أمثلة. في الشغل مديرين كتير بيفكروا انهم لازم يبقوا شداد وعنيفين عشان يتحكموا في الفريق، لكن دايما المدير الشاطر هو اللي بيفهم كل واحد وبيفهم ايه اللي بيحركه. ده مثلا بيحب التقدير، التاني بيحب التحدي، التالت عايز يحس بالامان. ما تحطش الناس كلها في سلة واحدة، لان صوابعك مش زي بعضها، في حاجة تنفع مع حد ما تنفعش مع التاني. اللي بيفهم ده يتحكم من غير ما يحسس الناس انه بيتحكم. في ام مثلا بتحاول تخلي ابنها يذاكر، هتزعق، هيطنش، لكن لما تقعد معاه وتفهم هو خايف من ايه، زهقان من ايه، وتكلمه قبلها، الولد نفسه هيذاكر من غير ما هي تعمل اي حاجه، هتلاقيه من نفسه كده بيذاكر. في العلاقات مثلا، اللي بيكسب قلب شريكه هو اللي بيحسسه انه مفهوم ومتقدر، مش اللي بيدي اوامر او بياخد كل حاجه بالعافيه. القلب والعقل سلاح اقوى من اي ضغط. اول درس: الناس مش روبوتات، الناس عواطف ومخاوف وذكريات. لو عايز تأثيرك يبقى طويل المدى لازم تزرع نفسك جوه قلوبهم وعقلهم، مش في اوامرهم. تاني درس: اكسب بالعقل والقلب مش بالقهر والضغط. اللي يكسب مشاعر الناس بتحارب عشانه. العبها صح، اللي يدخل القلب والعقل مفيش باب يتقفل في وشه. القانون ال 44: اعجز خصمك وخليه يتجنن بتأثير المراية. القانون ده عبقري جدا لأنه بيستخدم سلاح بسيط بس خطير، اللي هو تأثير المراية. يعني لما حد يهاجمك بأسلوب معين أو يحاول يستفزك، ما تردش عليه بأسلوبك أنت، لا، رد عليه بنفس طريقته، قلده، اعكس تصرفه، خليه يشوف نفسه فيك. وهنا جنونه بقى بيبدأ. الناس بتحب تسيطر، بس لما تحطهم قدام مراية لأفعالهم بيتوتروا وبيتلخبطوا وكتير منهم بيخسر توازنه. ناخد أمثلة. زميلك في الشغل بيحب يقطعك في الكلام دايما، في مرة كده قطعه بنفس الطريقة بس من غير عصبية، بهدوء، خليه يحس اللي بيعمله ويحس قد ايه ان هو مستفز. هتلاقيه بدأ يتهز او حتى يعتذر. في العيلة اخوك بيحب يتريق عليك وسط الناس، مرة خده على قد عقله ورد بنفس طريقته بس بدم خفيف، هو هيتلخبط لان فجأة المراية اتقلبت عليه واللي بيعمله بقى بيحصل ليه. في العلاقات، شريك حياتك بيتجاهلك او بيتعامل ببرود، جرب ترد عليه بنفس الاسلوب بس من غير ما تبين انك متضايق. المراية هنا بتقول له شوف، بص، دي صورتك حلوة عجباك. الدرس الاولاني: المراية اقوى من الهجوم. لما تعكس تصرفات خصمك بتخليه يواجه نفسه، وده اكتر شيء بيزعج الناس اللي بتحب تلعب العاب ذهنية. الدرس الثاني: مش لازم تكون عنيف عشان تكون قوي. الرد الذكي بيكشف ضعف اللي قدامك اكتر من 1000 كلمة. الخلاصة: اللي يمدلك سكينة اديه مراية وخليه يقطع نفسه بيها. قانون ال 45 بيقول لك نادي بضرورة التغيير بس ما تغيرش كل حاجة مرة واحدة. الناس بطبعها بتخاف من التغيير حتى لو بيشتكوا من الوضع اللي هم فيه. التغيير المفاجئ بيخضهم، بيخليهم يقاوموك حتى لو كان اللي بتعمله صح. القانون ده بيقول لك لو عايز تغير نظام او سلوك او فكرة، غير بهدوء خطوة خطوة. خلي الناس تحس انك بتحافظ على اللي اتعودوا عليه حتى لو بتغيروا حتة حتة من غير ما ياخدوا بالهم. التغيير المفاجئ بيساوي تمرد، التغيير الذكي يساوي ولاء وثقة. يعني في الشغل مثلا، لو مسكت إدارة مكان جديد وحبيت تطبق نظامك،
ما تجيش تقلب الدنيا مرة واحدة، ابدأ بحاجات بسيطة، تعديل في المواعيد، طريقة تقارير، اجتماع زيادة. خلي الناس تتعود، ومع الوقت غير كل اللي انت عايزه من غير ما تحسسهم انك بتخلع القديم من جذوره. في العيلة عايز تغير عادة في البيت، زي مثلا ان مفيش حد يسهر قدام التلفزيون لحد الفجر. ما ينفعش تقوم فجأة وتقول من النهارده كله ينام 10 بالليل، الرفض هيجي فورا. ابدأ تقول ايه رأيكم نعمل تحدي اسبوع نوم بدري، بعدين شوية تنظيم في اليوم، شوية تغيير، هتلاقي التغيير حصل والكل مشي معاه. في العلاقات، شريك حياتك عنده عادة بتضايقك، ما ينفعش تهاجمه بيها مرة واحدة، خده بالراحة، ادخله من باب الهزار، خليه هو اللي يكتشف ويقرر التغيير. كده انت كسبته من غير ما تحسسه انه اتغير غصب عنه. الدرس الاولاني، الناس مش بتكره التغيير، الناس بتكره التغيير اللي بيجي فجأة. المفاجآت في التغيير بتخلي الناس تحس انها فقدت السيطرة. الدرس الثاني، لو عايز تغير العالم حط رجلك على الارض وما تمشيش بسرعة، خطوة بخطوة توصل وتبني، بس من غير ما تهد. يعني من الاخر غير بس على مهلك، خلي الناس تفتكر ان هم اختاروا التغيير مش انك فرضته عليهم. القانون ال46 بيقول لك ما تبانش انك كامل وما فيكش غلطة. اكبر غلط ممكن تعمله انك تبان قدام الناس كامل. ليه؟ لان الكمال بيستفز، بيولد جوه الناس مش اعجاب، بيولد غيرة وحقد ورغبة في اسقاطك. الناس بطبعها بتحب اللي شبههم، اللي فيهم عيوب زيهم، لكن لما يشوفوك ما فيكش غلطة وناجح ومحبوب وبتكسب في كل حاجة، تبدأ نظرتهم تتغير ويبدأوا يدوروا على فرصة عشان يوقعوك. القوة الحقيقية مش انك تبان كامل، القوة انك تعرف تخبي كمالك وتوريهم عيوب محسوبة تبين لهم انك طبيعي. يعني لو انت المدير الجديد وداخل ببدلة فخمة، كلامك موزون، افكارك دايما صح والكل بيسقف لك، ما تتفاجئش لو الناس بدأت تهاجمك او تستنى غلطة توقعك. الحل، ارمي نكتة على نفسك، اعترف بحاجة صغيرة انت لسه بتتعلمها، ارمي لهم طعم يخليهم يحسوا انك زيك زيهم، وانك ممكن تغلط عادي. على فكرة ممكن حاجات ما تبقاش فاهمها او ما بتعرفش تعملها، ده عادي وطبيعي. في العيلة لو انت طول الوقت بتحقق نجاحات وشكلك دايما جامد ولبسك شيك والكلام عليك، يعني الكلام كله عليك، خلي بالك حتى اقرب الناس ممكن يبدأوا يغيروا، وده مش لانهم اشرار، لكن لانهم بيحسوا ان هم مش كفاية جنبك، بيحسوا ان هم قليلين قدامك. ارمي لهم طعم بانك تقلل الصورة الكاملة، اتكلم عن تعبك، عن الصعوبات اللي عديت بيها، خليهم يشوفوا ان النجاح مش من السماء وانك زيك زيهم بس انت بتتعب. لو دايما بتبان انك الاذكى او الاجمل والاظرف، ده بيخلق مسافة بينك وبين الطرف الثاني. خليك طبيعي واكشف ضعفك من وقت للتاني، خليه يحس انك بشر ما انتش تمثال. اول درس، الناس ما بتحبش الكمال، الناس بتحب اللي يخليهم يحسوا انهم مش اقل. لو دايما باين انك فوق هيحاولوا يسحبوك لتحت. الدرس الثاني، خبي كمالك واظهر ضعفك المحسوب، تكسب تعاطف وتحمي قوتك. اللي يبان ناقص بيعيش اكتر. ما تبانش سوبرمان، خليك سوبر بس لبس عادي. كفاية تبان كامل في المراية في عين نفسك، لكن قدام الناس خليك حقيقي واقل من الطبيعي. قانون ال47 بيقول لك ما تتجاوزش الهدف اللي كنت رايح له. في النصر اتعلم امتى توقف. ده بينطبق عليه اللي هو ايه، الطمع قل ما جمع. اتعلم امتى توقف مكسب زي ما بتعرف امتى توقف خسارة. اكتر وقت تكون فيه في خطر هو وقت النجاح. ليه؟ لان النصر بيخدر، النجاح بيخليك تحس ان مفيش حاجة هتوقفك، فهتكمل وتضغط اكتر وتطمح اكتر وتفتح جبهات اكتر ملهاش لازمة لحد ما في الاخر تقع. القانون ده بيقول لك لما توصل لهدفك وقف، لم الدور، حافظ على المكسب، ما تنجرش وراء وهم السيطرة الكاملة، لانك لما تتجاوز الحد المسموح به اللعبة بتقلب عليك. يعني مثلا رجل اعمال فتح فرع ونجح، قال لك طب افتح 3 فروع كمان بسرعة، نسي ان السوق بيتغير والادارة بتتشتت والناس بتتغير، وفي الاخر وقع في الديون وخسر كل حاجة. كان المفروض ان هو ياخد نفس كده ويثبت المكسب ويفكر ويرتب خطواته قبل ما يتوسع.
في السياسة أو في السلطة، قائد عسكري انتصر في معركة بس بدل ما يوقف ويثبت الوضع قرر إن هو يكمل الهجوم ويسيطر على مناطق أكتر. اللي حصل إن قواته استنزفت واتحاصرت واتسحب البساط من تحته، وبدل ما كان منتصر بقى مهزوم. ليه؟ لأنه طمع. في العلاقات أنت كسبت قلب حد، العلاقة حلوة، بس بدل ما تحافظ على التوازن بدأت تسيطر وطلباتك كترت وبقيت بتضغط أكتر على الطرف التاني وأنت مش حاسس. في الآخر إيه اللي حصل؟ إن العلاقة اتخنقت وباظت. الدرس الأولاني بيقولك اعرف هدفك ولما توصل له ما تغامرش زيادة عن اللزوم. كل خطوة زيادة بعد النجاح ممكن تكون بداية للانهيار. الدرس الثاني، في عز قوتك خليك واعي انك لسه ممكن تقع. اللي عارف امتى يوقف هو اللي بيكمل. يعني من الاخر اللي بيكسب الماتش مش اللي بيجيب اجوان زياده، اللي بيكسب دايما هو اللي بيعرف امتى يصفر ويقفل الجيم. الغرور بعد النصر هو اول هزيمه حقيقيه، وخدها قاعده: اول ما تفتكر نفسك انك وصلت لكل حاجه اقف مع نفسك وقفه وعيد حساباتك من تاني، لانك لو ما فقتش فانت كده على اول الطريق اللي هيوصلك لحافه الهويه. قانون ال 48 بيقول لك خد شكل السائل ما تتشكلش ابدا او كن كالماء. القانون ده بيقول لك ما تسيبش لنفسك شكل ثابت ولا خطه متوقعه ولا اسلوب متكرر. خليك زي الميه، مالكش شكل لكن بتدخل اي حته وبتتشكل حسب الموقف. الناس اللي ليهم ستايل معروف او خطه ثابته دايما بيتقروا بسهوله وسهل خصومهم يجهزوا لهم فخ. لكن لما تكون دايما متغير ومرن وغامض ما حدش هيقدر يلمك ولا يتوقعك ولا يجهز لك ضرب. يعني مثلا شخص دايما بيشتغل بنفس الطريقه، بيعتمد على اسلوب واحد وما حاولش يطور من نفسه، فلما السوق اتغير او حصلت ازمه ما عرفش ساعتها يتصرف، وقع. لكن اللي كان مرن بيتعلم، بيغير من نفسه، بيطور من تفكيره باستمرار، هو اللي قدر ينجو بل تفوق كمان على غيره. ناخد مثل من الحروب والسياسه. قاده حربيين زي ماو تسي تونغ او نابليون كانوا بيغيروا خططهم واسلوبهم دايما، ما كانش ليهم نمط ثابت، فخصومهم كانوا دايما في حاله ارتباك. في العلاقات او في الحياه الشخصيه شخص بيواجه مشاكل في كل علاقه بسبب تمسكه بنفس طريقه التواصل او التحكم، لكن الشخص اللي بيتكيف وبيفهم الشخص اللي قدامه بيغير من اسلوبه حسب الموقف هو اللي بيمشي علاقاته صح وبيكسب احترام اللي حواليه. الدرس الاولاني، الثبات على شكل واحد هو اسهل طريقه للهزيمه. اللي عايز يحافظ على قوته لازم يبقى متحول متجدد مرن. الدرس الثاني، القوه الحقيقيه مش في السيطره، القوه في التكيف. اللي يقدر يبقى زي الميه يدخل اي حته ويتعامل مع اي حد، ده بيبقى الشخص اللي صعب يتكسر او ينكمش. ربنا خلق الانسان بطبعه يقدر يتكيف مع اي وضع واي بيئه. حاول دايما تبقى انسان متكيف وما تبقاش متجمد فكريا، لان الشخص المرن هو اللي مفيش حاجه بتهزمه. ونصيحتي ليك، اوعى في يوم لما توصل تتغر وتفتكر انك بقيت فاهم وعارف كل حاجه ومفيش حاجه تهمك، لان الغرور بيسيب صاحبه بالعمى وبيخليك ما تبصش لقدام. ثق في نفسك وفي قدراتك لكن دايما خلي عندك شك. الشك هيخليك تدرس كل حاجه، والتحليل الصح هيخليك تتفادى اي مطبات محتمله. يعني الخلاصه، ما تديش لخصمك حاجه يمسكها عليك. كن ريح، كن ميه، كن شبح. اللي ملوش شكل ما يتحصرش. وهنا بنقف قدام الحقيقه الكبيره، انك تقدر تتعلم كل القوانين بس بالذكاء الحقيقي. هو امتى تستخدم ايه ومين وازاي. وفي الاخر اللعبه مش قوانين وبس، اللعبه شخصيات، علاقات، توقيت. لو فهمت قوانين اللعبه ممكن تتحكم في اللي حواليك، بس لو فهمت الناس ساعتها تتحكم في اللعبه كلها. فاكر اول حلقه كنا لسه بنتكلم نخبي قوتنا؟ دلوقتي بقت قوتك هاديه بس مرعبه. دي كانت نهايه سلسله العبها صح، بس الحقيقه اللعبه لسه ما بدأتش، لانك بقيت فاهم تلعبها. وخلي بالك، لان اللعب بقى مع ناس بتفكر. وما دام وصلت معايا لحد هنا فانت كده وصلت. في النهايه حابب اكد من تاني على استخدام القوانين دي في الخير، وانك تفهم بيها اللي حواليك وتحمي بيها نفسك. وافتكر، كما تدين تدان.
تابعني في سلسله جديده من نلعبها صح. اشوفك على خير. سلام.